السلام عليكم طلاب الصف الرابع. ازاي نحول الصيغة الممتدة لصيغة قياسية؟ ركز معايا. بص الأكبر عدد عندك وشوفه كده مكون من كام رقم. بص كده أكبر عدد أهو، 1 2 3 4 5 6 7 8، مكون من 8 أرقام. تيجي تروح عامل لي 8 خانات، أحاد عشرات مئات كده، 3 4 5 6 7 8. طيب بص هنا، أول حاجة هنا مالكش دعوه بالاصفار. بص كده، الخمسه جايه في الرقم الكام؟ جايه في الخانه رقم كام؟ في الخانه رقم 2، تجيبها برضو هنا في الخانه رقم 2. طيب التلاتة هنا في الخانه رقم 3 اهو، 1 2 3، 1 2 3. طيب السبعة ركز كده معايا، 1 2 3 4 5، يبقى تيجي برضو في الخانه الخامسه هنا، 1 2 3 4 5. طيب التمانية عد معايا، 1 2 3 4 5 6، يبقى تيجي في الخانة الستة هنا، 1 2 3 4 5 6، تيجي التمانية هنا. طيب الاتنين هنا دايما أكبر عدد عندك بقى تروح الاتنين جا في ايه؟ في الخانة الأخيرة. طب والخانات الفاضية دي نعمل فيها ايه؟ نحط فيها أصفار. إذا العدد عندي هنا بقى كام يا ولاد؟ بقى 20,870,350. طب سؤال كمان، عايزين نحول برضو الصيغة الممتدة لصيغة قياسية. عد أكبر عدد عندك مكون من كام خانة؟ عد كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى أعمل 9 خانات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. التلاتة هنا مالكش دعوة بالأصفار، قلنا التلاتة جاية في الخانة الكام؟ عد كده معايا، 1 2 3 4، يعني في خانة أحد الألوف، يبقى برضو تيجي في خانة أحد الألوف هنا، أحاد عشرات مئات أحد الألوف، تيجي التلاتة هنا. أو تعد هنا الخمسة جاية فين؟ 1 2 3 4 5 6، وتيجي برضو في الخانة الستة هنا، 1 2 3 4 5 6، تيجي الخمسة هنا. طيب السبعة عد معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى تيجي في الخانة التامنة هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى السبعة تيجي هنا. طبعا أكبر عدد دايما الاتنين تيجي في ايه؟ أو أي رقم موجود يجي في الخانة الأخيرة. والخانات الفاضية دي نحط فيها ايه؟ نحط فيها إصفار. عايز تعيد كتابة العدد تاني أو من غير الخانات دي، من غير الشرط دي يعني، مفيش مشكلة خالص. طب العدد ده يقرأ ايه؟ نقسم العدد بتاعنا إلى مجموعات، يبقى 270,503,000. مفيش حاجة تانية في الوحدات، يبقى 270,503,000. بس كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.